السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد غادي نحضروا فيه جينواز اللي سهله التحضير وناجحه من اول تجربه بمقادير مضبوطه. خليكم معايا ومرحبا بكم. نبداو على بركه الله في الفيديو. غادي نحتاجو قبصه ديال الملحه. هذا بالنسبه للمنسمات اللي غادي نسمو بهم هاد الجينواز. هادي عندنا فاني، سكر فاني. هنا درت فاني غبره، ممكن ديروا فاني سكر فاني. عندنا هنا قشوره ديال الحامض، هذه كتبقى اختياريه. اللي ما كيعجبوش داك الزفوره ديال البيض بالنسبه للجينواز يدير الحامض. قشره الحامض ما كتخليش كاع هذاك الزفوره. عندنا 3 ديال البيضات. بالنسبه للقياس ديال الطاوه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف باش تعرفوا القياس بالضبط. عندنا 3 البيضات، غادي نحتاج معاهم 5 ديال المعالق كبارين ديال السكر سنيده ولا 5 المعالق ونص ديال السكر سنيده. المهم هذا هو العباره باش كنعبر. صافي هنا غادي نخدموا هاد المكونات هادو، يعني السكر سنيده مع البيض، غادي نخدموهم مزيان حتى يطلعوا لينا. ضروري من هاد المرحله هادي هنا تقريبا واحد 10 دقائق وانا كنخدم فيهم بالباتور حتى كيطلعوا مزيان، ونرجعوا نكملوا المقادير. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما طلعتهم مزيان. شوفوا كيتبيض الخليط بمزيان. غادي نحتاجو 5 ديال المعالق ديال الطحين. هانتوما كيف كتشوفوا ضروري ما نغربلوهم. بالنسبه لهاد المرحله هذه غادي نبداو نديرو الطحين شويه بشويه، يعني ما غاديش نديروه كامل، وحنا تنخدموا بمعلقه ولا بهذا بخلاط غير بشويه بحال هكا. نتمنى ان الفيديو يكون واضح. خاصنا نخدموه بهذه الطريقه هذه بشويه باش ما يهبطش لينا داك البيض. الا هبط البيض ما غاديش يصدق لنا الجينواز. بهذه الطريقه هذه حتى نكمل 5 ديال المعالق ديال الطحين كاملين. صافي هنا انا تنزيد الطحين وتنخلط، وضروري ما نجبدو من التحت، يعني نحيدو باش مع الطحين ضروري يهبط لينا لتحت. كنخلطو من التحت وحنا تنطلعو بحال هكا. نتمنى ان الفيديو يكون واضح. هنا غادي نزيد الخميره ديال الحلوه، نص معلقه ديال الخمارات الحلوه. هي كتبقى اضافه وكتخلي الجينواز تجي ناجحه وتبقى رطبه. ممكن انكم ما تستعملوهاش، ولكن من الاحسن. انا الجينواز كنت كنستعمل فيها البيض والطحين والسكر سنيده والمنسمات. هنا فاش زدت ليها هاد الاضافات هادو ديال الخميره ديال الحلوه وباقي غنزيد لها واحد 2 مكونات اخرين، كتنجح 100% وكتبقى رطبه، يعني 100% ناجحه. المهم هنا غنكمل الطحين اللي بقى ليا، وزدت الخميره ديال الحلوه، نص خماره. وضروري من الطحين يكون مغربل في الجينواز، لان الا ما غربلناش الطحين ما غاديش تنجح معنا. بالنسبه للطحين كيف ما قلت لكم 5 المعالق عفوا ديال الطحين كاملين. هنا راه زدت واحد نص معلقه، يعني 5 المعالق ونص، على حسب اللي كنتو كتعمروا المعلقه من الاول بلا ما تزيدوها. هادو هما المكونات. غادي نزيد واحد 2 معالق ديال الزيت في الاخر، يعني حتى كنكمل الطحين كامل كنزيد واحد 2 معالق وواحد المعلقه ديال الماء، يعني شويه. هانتوما تشوفوا القياس كيف باين في الصوره. ما عادي يعني من الروبيني.
صافي غير هاد شويه صافي. وغادي ندخلوا هاد المكونات هادو حتى هما غير بشويه باش ما يهبطوش لينا الجينواز. بالنسبه اللي بغى يدير الجينواز يعني كحله يعني بالكاكاو، غادي يحيد 2 معالق ديال الطحين بلاص ما يدير 5 المعالق، غادي يدير 3 المعالق ديال الطحين و2 معالق ديال الكاكاو. هذه الطريقه صافي. وغادي ندخل هذاك الزيت ومعلقه ديال الماء صافي ناجحه 100%. هنا الفران فاش كنبداو نخدمو الجينواز كنشعلوه، ضروري ما يكون الفران سخون صافي. وكنخويوها في اللاطه وكنقادو لها الوجه ديالها. ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، تقريبا واحد 10 دقائق في الفران اللي كيكون سخون. فاش كنخشيوها كنقصوه واحد شويه صافي وتنخليوها طيب على خاطرها ونردو معاها البال لان دغيا كطيب ما كتعطلش، خصوصا ان الفران كيكون سخون. ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديال الجينواز. هنا قاديتها مزيان، هانتوما كيف كتشوفوا. انا من بعد ما طابت هاهي كي كتجي رطبه. ممكن نديروا منها حلوه طورطه، ممكن نديروا بها رولي يعني سويس رول، اي حاجه بغيتو ديروا بها يعني ناجحه 100% الجينواز. هانتوما شوفوا كيفاش كنستعملها، يعني ما كتهرس ما حتى شي حاجه وكتجي رطبه. وضروري فاش نبغيو نديروها في الطورطه نسقيوها ضروري من السيرو. نتمنى انكم تجربوها. شكرا لكم على المتابعه، مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.